سميرة يا الوردة وعليك تحندى سميرة يا الوردة وعليك تحندى وسميرة يا الوردة ولا من اي جهه كيبان ليه هذا الجبل من بعيد. شوف فقلنا بان هذا الجبل جبل احد تكف مجموعه من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء من السفر ديالو سواء كان حاج او غزوه او عمره كان كيبان ليه الجبل من بعيد، وتيبان ليه الجبل تيقول هذه طابه هذه طيبه، فاذا شاف الجبل من بعيد تيعرف انه وصل المدينه وتيقول هذه طيبه هذه طابه، هذا جبل احد جبل يحبنا ونحبه. الجبل الكبير هذا هنا هذا هو جبل احد، وتسمى هذه الغزوه لانه وقعت جنب جبل احد، وتسمى كذلك هو جبل احد لانه متوحد على الجبال معزول، هذا تسمى جبل احد. وهذه الغزوه هذه وقعت السنه، هذه الغزوه هذه وقعت السنه الثالثه للهجره بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم بتسمين يوم السبت 6 شوال بعد رمضان، 6 شوال وقعت هذه الغزوه هذه، والسبب ديالها هو الانتصار ديال الصحابه رضي الله عنهم في غزوه بدر، الانتصار على المشركين ديال مكه، مما لحق واحد الهزيمه واحد الفضيحه في الجزيره العربيه على المشركين، ثم بقى الحال في المشركين هو يردوا المنزله ديالهم والثأر ديالهم باش يعاود تهز المكانه ديالهم في الجزيره العربيه، لانهم كانوا كيحضروا الصحابه وكانوا قله وكذا شرذمه قليله وكذا، ومع ذلك انتصروا عليهم في غزوه بدر السنه الثانيه للهجره. لما جات السنه الثالثه لقاوهم مستعدين وخرجوا من مكه الى المدينه باش يهجموا على المدينه ويقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقضوا على الاسلام. فلما خرجوا من جهه مكه النبي صلى الله عليه وسلم كان تما في مكه واحد العم ديالو اللي هو العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، صيفط واحد الرساله عاجله قال لها المشركين جايين لكم للمدينه، العادات ديالهم الخيل ديالهم الجمال ديالهم العيالات اللي معاهم وكذا كذا، وجيبين العيال انت هما الدخول. فخرجوا من مكه، ولكن هذاك اللي صيفط العباس رضي الله عنه هذاك الرجل اللي صيفطو يعني انه وصل قبل الجيش، وصلت النبي صلى الله عليه وسلم الرساله للمدينه، ثم استشار مع النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الراي على انهم يخرجوا لهذا المكان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاتجاه هذا اللي هو شارع سيد الشهداء، واحد الشارع هنايا سميتو شارع سيد الشهداء، تسمى بالتسميه لان منه جا النبي صلى الله عليه وسلم غزوه احد. لما وصل نص الحادث اللي كان كنبدي بالطين وكذا، الان نبري بالسمام والحجار وكذا الى اخره والحديد، فماشي نفس المسجد هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما غير البلاصه ديال المكان اللي كان في هذاك المسجد. الا المسجد تعرف التطور وتعرف التوسعات منذ القدم. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هاي درست ماما شالو درست جبتي شالو يدير مخصوص نماز. هاي ماما ايه شالو
السنه شنو هو؟ واش كتجبر شي عماره تماك، شي رخام ولا شي حاجه، حتى حاجه. هذا هو الاصل ديال المقبره، هذه هي السنه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا الموز صغاري ديالو صحاب زبورة وصحاب أوان دوزي لا باين شوفي باين كيف اللي بغى السكر يدير السكر، انا ما درتش اللي بغى السكر راه هو اللي غنضروري خصكم اللي بغى السكر راه ما كنشربش السكر. Maman, si là maintenant, maman, si je fais comme ça sur le gâteau, tu fais quoi? Moi je veux un jour mais tu me frappes pas. Malek. سميرة يا الوردة وعليك يطيح نداه، سميرة يا الوردة وعليك يطيح نداه، سميرة يا الوردة وعليك يطيح نداه، وسميرة يا الوردة وعليك يطيح نداه. La journée elle est pas finie.